السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل المكرونة بالبشاميل الجوسي اللي هي بتبقى طرية مش ماسكة في بعضها. دلوقتي احنا معانا حلة على النار وسلقنا فيها، بنسلق فيها مية مغلية وزيت زيت، وبنسلق المكرونة وحطينا ملح، زيت والمكرونة والملح. وعايزة اعرفكم حاجة، ان المكرونه بالبشاميل المكرونه بتاعتها مش بتشطف بالميه بعد ما تتسلق مش زي المكرونه العاديه، لا بنسيبها ما نشطفهاش عشان نحاول تطلع برضو متماسكه شويه وجوسي ومتماسكه بسيط كده يعني. اوكي. يلا بينا نروح نصفيها، وبعد كده بقى نعصج اللحمه ونعمل البشاميل عشان تشوفوا احلى بشاميل جوسي بطريقه نرمو. اوعوا تروحوا في حته تانية. يلا بينا بقى نعمل البشاميل مع بعض. هنجيب معلقتين سمنه كبار، سمنه اي سمنه لو عندك، وهنجيب 5 معالق دقيق كده مثلا. اوكي، السمنه بتسيح. نجيب 5 معالق دقيق او 6، 3، 4، 5. اوكي، ونشوحهم كويس جدا، نشوحهم كويس كده زي ما احنا شايفين. البشاميل مش صعبه ولا حاجه، بس عايزه طبعا تقفي قصادها وتفضلي تقلبي فيها كده. تمام، زي ما احنا شايفين كده لحد ما نوصل للون ده اللي احنا شايفينه ده. بعد ما الدقيق يتسيح في السمنه اللي عندي ويبقى طري كده وجميل، هننزل بقى باللبن بتاعنا. الموضوع مش صعب خالص. تمام، هننزل بلتر لبن كده جميل. البشاميل الجوسي سهله جدا والله، مفيهاش اي افتكاسات. هي البشاميل عاديه بس بنحبها جوسي، احنا مش بنحبها اللي هي متماسكه قوي دي، بتبقى لذيذه قوي هي جوسي زي ما احنا شايفين كده. وهنقلب الدقيق مع السمنه مع اللبن، نقلب كده كله مع بعضه. طبعا انا هضيف اضافه كده وانا بقلب حلوه جدا، اللي هي بحب احط جبنه كريمي، جبنه كيري، او تحطي جبنه نستو اللي متوفر عندك. اوكي، بيدي طعم وتست عالي قوي للجوسي، للمكرونه بشاميل الجوسي او الكريمي. بتحطي قطعتين جبنه كيري كده او قطعتين جبنه نستو. تمام، زي ما احنا شايفين كده، قطعتين جبنه كيري او قطعتين جبنه نستون بيدوا طعم خرافه للبشاميل. تمام، بعد كده بتستمروا بقى في التقليب، تستمروا في التقليب اللبن مع الدقيق مع السمنه مع الجبنه اللي اسمها ايه، الجبنه الكيري او النستون اللي متوفر عندكم. ونفضل نقلب كده زي ما احنا شايفين. لتر لبن كفايه. انت لو عندك بقى عزومه او عيله كبيره تحطي 2 لتر لبن لو هتعملي صينيتين، لكن دي صينيه واحده كفايه، هو لتر واحد. وممكن لو عندك شوربه، انا مش عندي شوربه، تزودي كوبايتين شوربه برضو بتبقى حلوه، بتزودها كمان بتبقى جميله. عشان لو عايزه تزودي كميه اللبن برضو. ونفضل بقى نقلب لحد ما نوصل للقوام الكريمي. وبعد ما نوصل للقوام الكريمي هنحط ملح وفلفل. ماشي، انا هروح اكمل تقليب وارجع اوريكم الشكل النهائي عشان وقت الفيديو. شكل الكريمي النهائي، ونحط الملح والفلفل مع بعض. خليكم معايا كده بقى. خلاص وصلنا للقوام الكريمي المطلوب. هنحط بقى ملح وفلفل. اوكي، فضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للقوام الجميل الكريمي ده. هنحط شويه ملح كده صغيرين وشويه فلفل اسود. طبعا ضروري تحطي ملح وفلفل اسود على البشاميل. تمام، وطبعا تعصيجة اللحمه برضه هنحط فيها فلفل اسود ونقلب. شايفين القوام كريمي ازاي؟ بصوا القوام اللي هو لا سايب ولا ماسك قوي. بصوا القوام الوسط، بصوا الكريمي الجميل عشان المكرونه كده تطلع جوسي وعسل. اوكي، هنقلب بقى ده كله مع بعضه كده. البشاميل يا جماعه لازم يبرد،
هتسيبوا البشاميل تبرد، مش يعني احنا لسه هنعصق اللحمه. لو انت معصجه لحمه ما تحطيهاش على طول ترصي الصينيه والبشاميل سخنه. صوص البشاميل الابيض لازم يبرد شويه على بال، وبعدين نروح نعمل اللحمه وبعدين نرص الصينيه. ما ينفعش تحطي البشاميل وهي سخنه كده وترصيها في الصينيه مع اللحمه والمكرونه. اوكي، يلا بينا عشان نعمل تعصيقه اللحمه. اوعوا تروحوا في حته تانيه. هنا هنعمل ايه؟ هنا جايبين كبه وبصل وطماطم. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان انا بحط بصل وطماطم في تسبيكه اللحمه المفرومه، وبحط ملح وفلفل والسمنه بس فقط. فهنبتدي مع بعض نضرب البصل والطماطم. ده اسرع لي من ان انا ابشر. الكبه بتبقى سهله وعمليه زي ما انتم شايفين. هنضرب الطماطم والبصل عشان نحطهم في عصاج اللحمه المفرومه وتبقى الدنيا سهله يعني. الكبه دي نعمه كبيره قوي في البيت على فكره، يعني بصراحه بتسهل لي امور كتيره، في خلطه المحشي، في ضرب البصل، في ضرب الفلفل، في اي حاجه، في حوج، هريسه شطه، اي حاجه. تمام. نروح بقى يلا مع بعض نعصق اللحمه. اوعوا تروحوا في حته تانيه. يلا بينا بقى نعصق اللحمه بعد ما ضربنا البصل والطماطم في الكبه. معلقتين سمنه بلدي كده عشان اللحمه تبقى جميله. كده كده اللحمه يا جماعه بتنزل دهون اصلا. اللحمه بتنزل دهون اصلا، ماشي. بس يعني ممكن تحطي زيت وسمنه قليلين. عايزه زيت براحتك، سمنه مش مشكله. لو انت بتعملي دايت تحطي زيت زيتون او حاجه، لكن لو هي عادي، لو عادي مش دايت، تحطي معلقتين سمنه بلدي بيبقى طعمها حلو في اللحمه. وبديت تيست عالي قوي للبشاميل الجوسي اللي هو اللي بيبقى المكرونه كده مش ماسكه ببعضها. تمام. وهنا طبعا خلصت البشاميل. شايفين الصوص الكريمي؟ عايزه اوضح لكم تاني الصوص الكريمي كده. بصوا ما شاء الله طالع جميل ازاي. وسلقت المكرونه بس ما شطفتهاش زي ما قلت لكم. ومعاكم خطوه بخطوه نسيح السمنه الجميله بتاعتنا اهي البلدي. لو ما عندكيش سمنه بلدي يبقى اي سمنه، زي ممكن زبده فلاحي، زبده صفرا، زيت، مشي امورك يعني. الموضوع سهل وبسيط، وتوابلنا سهله وتناول كل بيت، ملح وفلفل فقط. هننزل باللحمه بتاعتي تاخد صدمه كده الاول قبل ما انزل البصل والطماطم. طبعا لو هتعملي صينيتين هتضاعفي كميه اللحمه وهتضاعفي اللبن وهتضاعفي البشاميل. اوكي. وبعد كده بقى تنزلي اللحمه. كده كده بتجيب دهون، يعني ممكن تحطي زيت قليل وسمنه قليل. تمام. هنقعد بقى نشوح كده. توابلنا هتبقى ملح وفلفل. هنحط البصل والطماطم بس لما اللحمه تاخد ايه، تشويحه. شايفين؟ يعني مثلا ناخد اللون ده كده. نقعد بقى نشوح كده مع بعض اللحمه. نعمل صينيه صغيره يعني. اوكي. انتوا بقى عايزين تعملوا صينيه كبيره يبقى بدل نص كيلو لحمه مفروم يبقى كيلو لحمه، بدل لتر لبن 2 لتر لبن. ضعفي الكميه لو هتعملي صواني او فرح او عزومه او كده. تمام. المكرونه الجوسي انا بحبها اكتر من الماء اللي هي بتبقى ماسكه الحته في بعضها دي. الجوسي بحبها انا وابني بصراحه، بتبقى جميله لذيذه كده. اوكي. زي الجبنه بالصوص ده، المكرونه بالصوص الابيض او المكرونه بصوص الجبنه بتبقى لذيذه، او ماك اند شيلز المكرونه بتبقى لذيذه برضو وتبقى سايحه كده في الصوص بتاعها الابيض. مكرونه ماك اند شيلز. بصوا كده هناخد تشويحتين كده على النار. الجو حر جدا اليومين دول، بس بيقولوا يوم الاحد اللي هو اول يوم المدارس، كل سنه وانتم طيبين، الجو هيظبط معانا، فربنا يسهل عشان اولادنا ورايحين المدارس وكده. ربنا معاهم كلهم ويوفقهم. انا عندي زياد وحيدي على فكره يا جماعه في اولى ثانوي، ما عنديش اولاد تانية. الناس اللي بتقول ربنا يخلي لك ولادك، انا عندي زياد بس. ربنا يبارك لي فيه وصحته ويخليه لي يا رب. هو في اولى ثانوي السنه دي. فبصوا قلبنا اللحمه اهو. هننزل بقى بالبصل والطماطم اللي ضربناهم في الكبه. ما اقولكوش بقى البصل والطماطم بيدوا تست عالي قوي لصوص اللحمه المفرومه. بتبقى حلوه قوي وحمرا كده المكرونه من النص مع البشاميل بتبقى واو. وتفضلي بقى تقلبي كده هنحط بقى توابلنا الملح والفلفل، ونقعد نقلب كده لحد ما اللحمه تتعصج معانا. المكرونه الجوسي النهارده جمعه مباركه عليكم. نعمل لكم احلى صينيه مكرونه جوسي بشاميل جوسي بطريقه نرمو، يا رب تعجبكم. هتفضلي تقلبي
لحد ما حتى اللحمه تحسوا انها تطلع جوسي برضو لذيذه ازاي بالبصل والطماطم كده. في ناس بتحط توم بس انا مش بحب التوم في البشاميل. هنحط بقى الملح والفلفل ونسيبها تسيبها ايه تتسبك براحتها بقى، قصدي تتشوح براحتها، ونقعد نقلب فيها. يعني اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت يا جماعه، اللحمه المفرومه ما بتاخدش ايه، الاكله دي ما بتاخدش وقت. ونحط الفلفل الجميل بتاعنا، وتوابلنا خفيفه وجميله وموجوده في كل بيت شايفين، وشامين الريحه كده، الريحه واصله لكم، ريحه جامده جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. نبتدي نقلب اللحمه، ريحتها واو واو، هي اصلا ريحه اللحمه المفرومه صراحه بتبقى جميله قوي. ريحه اللحمه بتبقى جميله. تمام. الملح بقى مع الفلفل مع البصل مع الطماطم، كتره بصل على فكره، انا حاطه بصلتين، كل ما تكتري البصل في اللحمه بيطلع واو. طبعا الجمال ده كله هندوق بقى، اللي عايزين ندوق الطعم نشوف اللي هيحتاج ملح ولا لا. هندوق الصوص كده بتاع اللحمه نشوف فيه محتاج ملح ولا لا. لا كده تمام، لا ملح قوي ولا عدبه قوي ولا عدبه خالص. هنفضلوا بقى نشوحوا كده فيها. شفتوا الميكس جميل ازاي، بتطلع جميله قوي في البشاميل لما بيكون عليها بصل وطماطم، بتبقى تحفه. لو انت هتعملها جوس هتطلع ايه خطيره. زي ما انتم شايفين كده الريحه طالعه جامده والله يا جماعه مش ببالغ. هروح بقى اكمل تشويحها وارجع لكم علشان نشوف هنرص صينيه المكرونه البشاميل الجوس ازاي اوعوا تروحوا في حته تانيه. يلا بقى عشان نرص الصينيه، جبت الصينيه فيها حته سمنه بلدي وسيحتها وحطيت شويه بشاميل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هحط رق مكرونه من غير بشاميل. تمام، مكرونه كده من غير بشاميل اهي الاول. اوكي، شوفوا بقى عشان تطلع جوزي وجميله. طبعا انا بقيت كميه المكرونه مقلباها اهو، بصوا مش كلها كده، بصوا اتقلبت على البشاميل وسبت طبق بشاميل احطه على الوش. تمام، يبقى احنا جبنا معلقه سمنه بلدي وسيحناها، وجبنا بشاميل تحت في قاع الصينيه. بعد كده جبنا رق مكرونه من غير صوص الابيض. بعد كده نحط شويه لحمه مفرومه صغيرين خالص كده عشان هنكمل بقيه الصينيه. اوكي، عايزه صينيه تطلع واو، لو هي كده تنفع بولونيز. اوكي، بس من غير طبعا صوص ابيض. ممكن مكرونه بولونيز بتبقى كده بس من غير صوص ابيض. تمام. هبتدي بقى ايه، اجيب كل رق من المكرونه بالصوص الابيض، مش المكرونه بقى اللي هي دي من غير صوص ابيض، لا نحط كده عشان تطلع جميله وجوسي. هنحط كذا رقين بقى، ادي رق كده، هو رقين يا دوبك، رق وبعدين لحمه مفرومه وبعدين رق، ادي رق. تمام، ادي اول رق عشان هي جميله والله وتطلع جوسي وجميله كده وعسل. الناس اللي بتحب المكرونه السايحه الدايبه ببعضها دي. تمام، او ممكن عايزه اطلعها قطع براحتك، بس احنا النهارده بنعمل الجوسي. ادي اول رق. هنحط بقى شويه لحمه مفرومه من الجميله اللي احنا عاملينها. تمام. يعني صينيه البشاميل والله سهله جدا، ما بتاخدش اي افتكاسات. طبعا العين بتاكل قبل البق. شايفين المنظر، شايفين الصوص عامل ازاي، تحفه، شكلها يفتح النفس. وانا زمان كنت بحب اكلها كده بولونيز، يعني بولونيز ومامتي بتعملها بقعد اكلها بولونيز لحد ما يكمل الصينيه. اوكي، حطيت لحمه اهي. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده اهو زودت اللحمه برضو شويه عشان المكرونه بتحب اللحمه الكتير. على فكره البشاميل لازم يكون، مش لو انت هتعملي صينيه صغيره نص كيلو يا دوبك. تمام. بعد كده هحط الرق اللي فاضل وفوقيه البشاميل، رق المكرونه اللي فاضل وفوقيه البشاميل. نزود بقى اللحمه اللي عندنا نحطها عشان تبقى مخدومه، وهي نكبس كده
نحط بقى بقيه الرق اللي فاضل على الوش. هو يا دوبك كميه المكرونه اللي انا عاملاها على قد الصينيه اللذيذه دي. طبعا انا حاسه ان اللحمه كده خيلاني، فهرص كده بقى بقيه الرق، عشان في كمان طبقه فوق اللي هي طبقه البشاميل. هنا حبه بشاميل لوحدهم نحطهم على الوش، ونبتدي بقى نسويها على البوتاجاز ربع ساعه. انا بسويها على البوتاجاز ربع ساعه مش في الفرن، وبعد كده بحطها في الشوايه تاخد وش. في ناس بتحطها في الفرن على طول، لا انا بحب اسويها على البوتاجاز ربع ساعه على نار هاديه عشان تستوي من تحت ومن فوق، وبعد كده احطها في الشوايه هتاخد احلى وش وتطلع احلى مكرونه جوسي جميله. ما نطلع بقى الحته كده بس مش هتبقى ماسكه في بعضها، تبقى جوسي. النهارده طريقه عمل المكرونه الجوسي بطريقه ميرمو. تمام. وتكبسي كده بقى عشان المكرونه تستوي اللحمه بكله. تمام زي ما انتم شايفين كده. خلاص هنبتدي نحط بقى طبقه البشاميل اللي انا عاملاها. تمام طبقه بشاميل اهي، بصوا على الوش كده. مرر يا عسل مرر، احلى صينيه مكرونه جوسي بالبشاميل بطريقه ميرمو. شايفين اهو. هنبتدي نوزعها بالمعلقه، او اللي فاضل ده ناخده بالمعلقه. البشاميل كده بصوا بصوا شايفين معايا. هنوزع كده على الصينيه اهو. الموضوع كله ما خدش مننا حاجه والله، واسهل صينيه ولذيذه. وده طبعا بقى جميله كده معاكي. هيفضل لتاني يوم هتسخنيها ومش فيش اي مشاكل عشان الاسعار والدنيا اللي احنا فيها. شايفين الجمال؟ كل البشاميل اللي متوزع على الصينيه، وهتطلع ان شاء الله احلى صينيه بشاميل جوسي بطريقه ميرمو. طبعا انا هروح اسويها على البوتاجاز على نار هاديه ربع ساعه. لو انت عايزه تحطها في الفرن على طول حطيها، لكن انا دي طريقتي، دي وصفاتي، دي طريقتي. وبعد كده هحطها في الشوايه تاخد وش. تمام. وارجع لكم باحلى صينيه مكرونه جوسي بطريقه ميرمو. ونطلع قطعه كده منها في الاخر وتشوفوا الشكل النهائي. اوعوا تروحوا في حته تانيه. ده الشكل النهائي للمكرونه البشاميل الجوسي بطريقه ميرمو. شايفين؟ احنا مش عايزين نطلعها قطع، هي كده تطلع كده وتاكلوا منها. تحفه جدا جدا جدا، شكلها خرافه وجميله جدا جدا جدا. يا رب تكون عجبتكم. هي شكلها كده علشان انا مطلعاها جوسي. شايفين ان هي طالعه جوسي ازاي، طريه ازاي، روعه جدا 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 بصراحه. لو انت جديد معايا ما تنساش تدعمني باشتراكك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت قديم معايا ما تنساش تدعمني باللايك والكومنت. واشوف حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات وصفات ميرمو. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.